بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا وحبيبنا وعظيمنا واسوتنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا فأنت علينا قادر، اللهم ارزق بنا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير. غفرانك ربنا وإليك المصير. وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم ارفعنا ولا تضعنا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم حرك أقداسنا، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، اللهم اهد أبناءنا وبناتنا، اللهم نجحهم في امتحاناتهم، اللهم ارض عنا يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الأحبة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، نواصل اليوم إن شاء الله النظر في محطة الإسراء والمعراج، هذه الذكرى العطرة في السيرة الشريفة، محطة هامة، هي نقطة فارقة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. رأينا في الجمعة الماضية الأحداث التي سبقت هذه المحطة القدسية الجليلة. رأينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجتهد في دعوته، الصادق المصدوق الصادق الأمين، صلوا عليه يا أحبابه. قال له ربه وأنذر عشيرتك الأقربين، أنذر عشيرته المقربين كما أمر الله. قال له ربه عز وجل واصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، صدع بالحق. ثم قومه بدأوا يقاومونه ويؤذونه كما بين له ورقة بن نوفل. آمن به نخبة من الرجال والنساء، القاعدة الصلبة الفريدة، النواة الأولى للدعوة. آمن أبو بكر الصديق وجاء برجالات قريش، عثمان وطلحة والزبير وسعد وأبو عبيدة، هؤلاء الرجال الذين أسلموا أولا مع زيد بن حارثة وعلي وصهيب وسلمان وبلال وخباب وخبيب والنساء الزنيرة وفاطمة بنت الخطاب وأسماء وعائشة وسمية الشهيدة، وأول من آمنت طبعا هي السيدة خديجة أمنا رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم انطلق بعد ذلك إلى دار الأرقم، هذا الشاب الذي وهب بيته فوق الصفاء، ثم أعلن دعوته بأمر ربه، ثم أرسل بعض من أصحابه إلى الحبشة، قال فيها رجل لا يظلم عنده أحد. ولما سمعوا بإسلام عمر وحمزة عادوا، قالوا لعل الأذى قد كف، ولكن الأذى في الحقيقة قد زاد، النصب والتعب والوصب التعذيب. ثم حوسر صلى الله عليه وسلم في شعاب بني هاشم وساوموه مرار عديدة. جاءه الوليد بن المغيرة وقال له إن شئت أعطيناك الملك والمال وأجمل النساء، ولكنه ظل صامدا. قرأ عليه القرآن فسجد الرجل، عاد إليه الوجه الذي ذهب به، قال إن هذا القرآن الذي يقرأه ليس بشعر ولا كهانة ولا سحر ولا جنون، هو قول الحق، إن له لطلاوة وإن عليه لحلاوة، أعلاه مثمر أسفله مغضب، يعلو ولا يعلى عليه ولا يخلق من كثرة الرد. صار يمدح القرآن. قالوا والله لقد سحرك محمد. قال خلوا بينه وبين دينه، إن أظهره الله كان عز العرب، وإن هزمه كان قد تجنبتم فتنته. ولكن لم يسمعوا لرأي هذا الحكيم بالرغم من أنه كافر، ولكنهم حاربوه وساوموه. قالوا نعبد إلهك يوما وإلهنا يوما أو سنة بسنة. قال له عمه أبكي علي وعلى نفسك يا ابن أخي. قال يا عم بصوت اليقين ومنطق الحق المبين، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو
قرضتها القرضة أو القرضة ولم تبق إلا كلمتين باسمك اللهم. ثم عرض نفسه على القبائل: خلوا بيني وبين الناس، هذا شعار الحبيب صلى الله عليه وسلم، هو رحمة للناس بل هو رحمة للعالمين. كان يخاطب كل الناس بهذه الدعوة، يترك الأبواب: من طارق محمد ماذا تريد؟ صلوا على محمد، قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه هي دعوته. العقيدة في صفائها وجلائها واضحة نيرة كالشمس لا غبار عليها، لكنهم عارضوه. ثم بعد ذلك ذهب إلى المزدلفة ومنى وعرفات، وفي مكة يعرض نفسه في موسم الحج، وقل من القبائل من أسلمت له، والبقية يفكرون في الأمر ويترددون. ثم بعث البعثة الثانية إلى الحبشة 83 رجل و12 امرأة، ثم ذهب مع زيد بن حارثة إلى الطائف كما رأينا. وأيضا في الطائف لقي الصد والأعراض، وطير البرقية العاجلة التي نقلتها لكم على الهواء. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي. الله تعالى أجابه: كلا يا حبيبي يا محمد، لست هينا ولست ضعيفا وسترى قدرك عند الله. ثم أهداه عداس قطف العنب، وآمن له الرجل بدل القبيلة. والمهم أن يؤمن ولو واحد. يقول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، لأن يؤمن لكم أحد خير لكم من الدنيا وما فيها، خير لك مما طلعت عليه الشمس، خير لك من حمر النعم. أن تستهين بالواحد. المهم أن نأتي بهذا الواحد في كل أسبوع. ما لي لا أرى إخواني يجلبون أقاربهم إلى هذه الدروس والمواعظ والخطب حتى يهتدوا. نحن بلسم وشفاء وهداية لكل الناس. أيها الإخوة، ادعوا إخوانكم وأحبابكم إلى حضور هذه المجالس، مجالس الذكر النيرة. صلاة الجمعة تحضرها الملائكة، تحضرها ملائكة الرحمن، الملائكة الطاهرة المفطورة على فعل الخير قصرا وجبرا. أيها الإخوة الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم في طريق العودة يقرأ القرآن، يصلي في الليل صلاة التهجد، يقرأ بالفاتحة وسورة الرحمن عروس القرآن. والله الكريم يرسل له نفر من الجن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا. هو نفس العجب وعين العجب، يهدي إلى الرشد. كمال الحق مع العقل الرشد، يهدي إلى الرشد. فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. سبحان الله، الجن منذ تلك اللحظة صارت نصفها مسلم، وكانوا طرائق قددا. سبحان الله، هو توجه إلى البشر، إلى الإنس، رب ابعث له جنس آخر من المخلوقات، أحد الثقلين، وصاروا دعاة إلى الإسلام. ولن نشرك بربنا أحدا. ثم رجع إلى مكة، وذات ليلة قل نورها وصفى هواؤها وكثر خيرها وبركتها. جاءه جبريل عليه السلام قال: إن الرحمن يدعوك إليه، سترى مقامك يا حبيب الله. ويأتيه بالبراق، وهو أسرع من البرق سرعته عند مد النظر، وينتقل معه إلى القدس الشريف. ورب تبارك وتعالى يحيي له الأنبياء. إن كان عيسى عليه السلام قد أحيا الأموات باللمس أو بالنداء، فإن العزيز الجبار قد أحيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم جميع الأنبياء والرسل قاطبة بلا استثناء. دعاهم من قبورهم في أبهى زينة ليأتوا صفوفا وراء الحبيب محمدا. اللهم صل عليه. وأخذه جبريل إلى المحراب وصلى بهم أقدس الصلاة في هذا الوجود، في أقدس ليلة في حقه صلى الله عليه وسلم. ثم أخذه بعد ذلك إلى وسيلة أخرى تسمى المعراج، وجاب معه في الآفاق وقفط في السبع الطباق حتى بلغ سدرة المنتهى. وأمر الله تعالى أنبياءه الكرام ليسبقوه حتى يستقبلوه تشريفات
النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد في السماء الأولى آدم في انتظاره، وفي السماء الثانية عيسى ويحيى، وفي الثالثة يوسف عليه السلام، وفي الرابعة إدريس ورفعناه مكانا عليا، وفي الخامسة موسى، وفي السادسة هارون، وفي السابعة إبراهيم، وهو يحفظ فرط المسلمين القرآن الكريم. أبنائنا الصغار والمال والبنيات والولدات سيدنا إبراهيم الآن يحفظ فيهم في القرآن. أبكم عصافير جنة يلبسوا الثياب عند رب العالمين في الموقف، يقول له يا رب لن أدخل الجنة حتى تدخل معي والدي، قل له خذ والداك وادخل بهما الجنة. الله أكبر. ثم يسبح في سبحات نورانية. سيدنا جبريل في سدرة المنتهى قال له تقدم يا رسول الله، قال في هذا المكان يترك الخليل خليله، قال يا حبيب الله أنا إن تقدمت احترقت، أما أنت إن تقدمت جزت واخترقت. لكل مقام معلوم. علمنا من هنا أيها الإخوة أن الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم هو أفضل من خلق الله في هذا الوجود، هو يعني في قمة سلم العبودية. الوجود وجودان، هذا في صميم عقيدتنا، احفظوه يا شباب. وجود الخالق ووجود المخلوق. في قمة سلم المخلوقات نجد عبد الله رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. جاءه جبريل ذات يوم قال أتدري كيف رفع الله لك ذكرك يا جبريل؟ قال الله أعلم يا رسول الله. قال الله أعلم يا جبريل. قال يا حبيب الله إن ربي يقول لك لقد رفعت لك ذكرك بأن جعلت اسمي لا يذكر إلا ومعه اسمه، لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه مفتاح الجنة، عليها نحيا وعليها نموت، وفي سبيلها نجاهد، وعليها نلقى الله إن شاء الله. لا إله إلا الله أخلو بها وحدي، ألقى بها ربي، يغفر بها ذنبي، أدخل بها قبري، يهتز لها العرش العظيم. لا إله إلا الله. تزول الجبال ولا تزول، تقشعر منها الأبدان، تشيب من هولها البلدان. نسأل الله أن يحيينا ويميتنا عليها. قولوها ورددوها يا إخواني. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر والعزة للإسلام. الله أكبر ولله الحمد. هذه كلمة التوحيد الناصعة الساطعة. أيها الإخوة الأحبة، قال له ربه في الحديث القدسي يا حبيبي يا محمد وعزتي وجلالي لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا محمد. اللهم صل على محمد. صلوا على صاحب الخلق العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. حتى واحد في الوجود منال هذه الشهادة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا رسول الله، إلا حبيب الله. هذا الرجل الذي يعني أنتج شريط ساخن من النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما درس سيرته أعلن إسلامه واعتمر أخيرا وقال إني أفارق المدينة ويعز علي هذا، وأرجو من الله أن أعود سريعا في موسم حج أو عمرة قريبة. هذا الذي أنتج فيه المسك من الرسول سرعان ما بكى، ولما شاهد هيبة الكعبة تأثر الرجل. هؤلاء لو درسوا سيرة الرسول لعشقوه لأحبوه، وهم عجم وليسوا بعرب. هو سيد الأولين والآخرين، محمد سيد الكونين والثقلين، خير الفريقين من عرب ومن عجم، فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم. هناك في الملأ الأعلى يتقدم عند سدرة المنتهى ويسجد سجودا طويلا ويحمد ربه بمحامد أطلعه عليها، ودعا ربه بخشوع وخضوع، فقال له مولاه وربه حبيبي محمد قل نسمع، ارفع رأسك نسمع، اشفع تشفع، سل تعطى. قال يا رب لا أسألك نفسي ولا فاطمة بنتي، لكني أسألك يا رب أمتي. سلام على من قال يا رب أمتي. لم ينسنا هناك في الملأ الأعلى. الواحد منا قد يسافر إلى بلد ما فيرى بريق الأضواء والألوان، ربما ينسى بعض أهله
بسعاد. أما النبي صلى الله عليه وسلم فنحن في سويداء قلبه، اشتاق إلينا أكثر من اشتياقنا إليه. اشتقت إلى أحبابي، إلى إخواني. قال الصحابة ألسنا أحبابك يا رسول الله؟ قال كلا بل أنتم أصحابي. إنما أحبابي نحن أيها الإخوة، إنما أحبابي. قال قوم يأتون بعدي ولم يروني، نسأل الله رفقته في الفردوس الأعلى، وأن يسقينا بيده الكريمة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وهناك يطلعه الله من آيات ربه الكبرى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى ما كذب الفؤاد ما رأى، ما زاغ البصر وما طغى، وما ينطق عن الهوى. زكى الله بصره وفؤاده وقوله، إن هو إلا وحي يوحى. قوله صحيح فصيح، قوله صريح. هذا النبي الأكرم صلوا عليه يا أحبابه ويا أتباعه. أيها الإخوة الأحبة، بشرنا بأن الشهداء تضاعف لهم الحسنات، زروع تحصد ثم تعود فتحصد من جديد. قالوا هذه أرواح الشهداء، ويعني أهداه ربه تبارك وتعالى أعظم هدية وأعطاه خير عطية، وهي الصلاة. معراج المؤمن صلاتنا هدية من الله، فرضت في السماء ولم تفرض في الأرض. ولذلك عندما نكون في سجودنا وركوعنا وقيامنا نحن أقرب ما نكون إلى ربنا، خاصة عند السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأنه يعلن عبوديته لله تبارك وتعالى، وهو أروع مقام أن تكون عبدا لله. كفاني فخرا أن أكون لك عبدا، كفاني عزا أن تكون لي ربا. لذلك ربه سبحانه عندما أراد أن يمدحه في سورة الإسراء مدحه بهذا المقام، لم يمدحه بالرسالة ولا بالنبوة، إنما مدحه بالعبودية لله تعالى. شاركنا الله في إحساسنا العظيم، فقال معنا هذا حدث عجيب يستحق التسبيح والإعجاب. سبحان الذي أسرى، ولم يقل برسوله بل قال بعبده، والإسراء ليلة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلة، من أين إلى أين؟ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. بالرغم من أن مكة كانت تسمى البيت العتيق والأقصى يسمى بيت المقدس، لكن في هذا إذان بأن مكة ستفتح قريبا والقدس سيفتح بعدها في عهد عمر بن الخطاب. سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ولم يذكر هنا ربنا مسجد المدينة، ولكن ذكر ضمنيا. من أين لهذا؟ من الآية نفسها عندما قال ربي تبارك وتعالى إلى المسجد الأقصى. الأقصى أي الأبعد، يعني هناك أدنى وهناك أقصى. إذا ما دام هناك أقصى فأكيد هناك مسجد أدنى. لم يتعرض له السياق، لم يقله لفظا، لم يأتي بالعبارة، وإنما جاء بالإشارة. من المسجد الحرام في الجنوب، مكة في الجنوب، والمدينة في الشمال. ثم الرسول يطير مع جبريل عبر البراق فوق المدينة، فوق المسجد الأدنى الذي لم يذكر، حتى وصل إلى المسجد الأقصى في أقصى الشمال. سبحان الله العظيم. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أي مرورا بالمدينة. الذي باركنا، كلا استغفر الله، الذي باركنا حوله. المسجد الأقصى هو مبارك وما حوله مبارك. عودوا إلى التفاسير الحديثة والقديمة، قالوا ما حوله مبارك، أرض تهامة ونجد والعراق والشام المقسمة الآن التي يريدون تقسيمها وتفتيتها. هذه المؤامرة العالمية. ومشكور من إخواننا قال في بدء الثورة السورية والله الأمور غامضة مش واضحة، مش عارفين شكون مع الثورة وشكون ما هوش مع الثورة، يشكوا في الثوار. على ثورة تونس ثورة مقبولة وممدوحة، وثورة مصر وليبيا واليمن، وهذا الشعب ما عندوش حق يعمل ثورة، شكوا فيه وقالوا مؤامرة كونية عليه. وفعلا هي اتضحت اليوم الصورة بتاع المؤامرة. عرفنا اليوم الذبيحة الشبيحة وأضرع يعني الطائفية التي تساعدهم. اليوم هؤلاء الذين يلبسون العمائم السود، أصحاب القلوب السود، أعداء الله، يطعنون الثورة السورية في الظهر، يقتلون الشباب والنساء والأطفال والشيوخ. لو كان الحسين حيا رحمه الله وعليه السلام
حفيد المصطفى لو كان الحسن بن علي وعلي وفاطمة الزهراء والحبيب هل ينتصروا للشعب المظلوم أم ينتصروا للظالم الطاغية وأعوانه من كل حد وصوب؟ قالوا لا تدخل في سوريا. الآن الأسلحة تدخل، الأسلحة السوفيتية بالمال الإيراني تدخل سافر، وحزب الله أبايا بين ظفرين. يعني لماذا يدخلون ويسمون أنفسهم ممانعة ومقاومة؟ نعطيكم العنوان بتاع الممانعة. إذا تحب تمانع وتقاوم، قاوم الصهاينة في القدس الشريف، حرر القدس إن كنت صادقا، ولا تطعن أخوانك المسلمين في الظهر. ولكن اتضحت الصورة والحمد لله. عرفنا خيوط المؤامرة العنكبوتية والعميل الآخر الذي جاء على ظهر دبابة أمريكية في العراق أيضا، الذي يضطهد شعبه وينشر الطائفية، مخطط رهيب يشترك فيه الغرب والشرق. والعرب مع الأسف إلا من رحم الله، إلا من رحم الله، صامتون ويشاهدون. هذه الجرائم سيكتبها التاريخ، سيحاسبنا التاريخ، سيحاسبنا الله إن لم ننتصر للمظلوم، إن لم نكن على الظالم. لا إله إلا الله. اللهم صل على حبيب الله. أيها الإخوة الكرام، النبي شاهد المشاهد، شاهد عقوبات الظالمين الذين يأكلون الربا يتخبطهم الشيطان من المس هناك في الملأ الأعلى. شاهد الذين يتعاملون بالحرام، يترك فراش الزوجية الحلال وينام مع عشيقة حرام، يشرب من قيح جهنم وصديد أهل النار. شاهد النساء المعلقات من المواضع المكشوفة. اليوم عندنا جمعية في تونس تريد أن تتكشف، نساء يحبوا يخرجوا مكشوفات الصدور والعياذ بالله، ويحبوا تأشيرة من الحكومة. معقول هذا؟ ما هذا الجنون والهراء؟ نحن في بلد الزيتونة، نحن في بلد الإسلام والقرآن، في بلد شعب يعشق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لن يكون أبدا. أين القيم؟ أين الأخلاق؟ أين الشهامة؟ أين المروءة؟ مررت على المروءة وهي تبكي، فقلت على ما تنتحب الفتاة؟ قالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. أين عبدك يا غيور؟ يا مسلم يا عبد النور، هل يرضيك هذا الصفور؟ ألف يا الله. لا إله إلا الله. العرض كالبلور لا تنظفه البحار ولو جمعتها، إذا انكسر لا ينجبر. لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يرى ثور صغير يخرج من الثقب ويتعاظم، لا يستطيع أن يعود إلى الثقب لأنه كبر بحجمه. قال هذه، فسرها سيدنا جبريل عليه السلام، هذه الكلمة أو الملائكة، هذه الكلمة تخرج من فم المسلم لا يلقي لها بالا، لا يستطيع أن يردها. اسمعوا اليوم الكلام في وسائل الإعلام ماذا يقال؟ ماذا يقال عن الصحابة وعن أمهات المؤمنين وعن القرآن والسنة والأحكام والشريعة وعن الحجاب، بل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن رب العالمين. كلمة لا يلقي لها بالا. معاذ قال للحبيب صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أو نؤاخذ بما نقول؟ قال ويحك يا معاذ، وهل يكب الناس في جهنم على وجوههم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟ لسانك حصانك، إن صمت حصانك وإن كنت فخانك. نحفظ عدد الناس من المعتبرات الهامة في الإسلام مصلحة الدين. الدين هو الأهم. إن المكارم أخلاق مطهرة، الدين أولها والعقل ثانيها. الدين والعقل، كل ما يمس العقل حرام، مخدر، خمر، حتى التدخين حرموه العلماء لأنه يضر بالعقل ويضر بالعلم بالمال والنفس. كل ما ضر بالعلم ما ضر بالشرف ما ضر بالمال. مساوي عديدة. اليوم الطغيان العالمي ينشر في صفوف شباب المسلمين ألوان مرة من الفساد، تجارة مخدرات، تجارة خمر، تجارة أعراض، تجارة سلاح.
الربا منتشر. النبي صلى الله عليه وسلم رأى مثل هذه الموبقات وحذر من الذين يتهاونون عن الصلاة ترضخ رؤوسهم بحجارة لأنهم يتهاونون عن الصلاة، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الويل واد في جهنم. قال ابن عباس لو سيرت فيه جبال الأرض لذابت من شدة حره. مرائي عديدة رآها النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن الغمز والهمز واللمز، ويل لكل همزة لمزة، أشياء أخرى كثيرة. الوقت يعني لا يمكننا أن نأتي عليها، ولكن أدعو إخواني اليوم إن شاء الله بين المغرب والعشاء سنقيم بإذن الله محاضرة مشتركة في الجامع الكبير في حمام الشط قرب البحر، حيث انتصف بين صهيون إخواننا هناك الفلسطينيين والتونسيين، ومجامع كبير ما بين السكة وما بين الشط، جامع حمام الشط. سيأتي أخونا الدكتور أحمد ضبير وسنتعاون معا في تقديم محاضرة حول ذكرى الإسراء والمعراج. كما كنا شباب من قبل عملنا مرة حدث الهجرة، كما كنا شباب مشتركين مع بعضنا، واستدعينا وقتها شيخنا العلامة المرحوم محمد صالح النيفر رحمه الله رحمة واسعة ورحم جميع شيوخنا. اليوم إن شاء الله سيكون الحدث الإسراء والمعراج. من شاء منكم بلغوا لإخواننا بين المغرب والعشاء في جامع حمام الشط الكبير إن شاء الله. إذا إخواني أعود فيما تبقى من وقت قصير يعني العبر والمواعظ، نحاول أن نستخلص الدروس من هذه الحادثة. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى القدس، ومن القدس إلى مكة إلى المسجد الأقصى، ثم في طريق العودة من جديد إلى مكة المكرمة إلى المسجد الحرام، نفس الطريق لفلان. وفي الطريق شاهد قافلة ستدخل من مكان ما، ولما سألوه في قريش من الغد قال إني شاهدت قافلة يقودها جمل أورع ستصل مكة في وقت كذا وتدخل من باب كذا، فكان كما أمر وأشار النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، دليل على صدقه أن يشاهد المشاهد. فوجد فراشه دافئا. سبحان الله العظيم. سرعة الضوء أخواني 300,000 كيلومتر في الثانية. ضوء الشمس هذا اللي راهو مشرق الآن، وإن شاء الله ربي يظلنا على إخواننا. والله مانيش عارف إن شاء الله وقتاش يفتح علينا ربي ونبنيهم. أنا وليت حاشم على روحي، عندي عامين ونص توا وأنا أقول إن شاء الله نوسع، ومانيش عارف بالضبط شنو هو العائد. أنا إمام جمعة ومانيش عارف. إن شاء الله ربي يسهل لنا، إن شاء الله العوائق تزول. والله قلبي يتقطر ألما على إخواني اللي ربيهم في الشمس الآن وفي المطر في الشتاء. إن شاء الله عام قريب يا رب. استنينا كثير. قال واحد من إخواننا على المحاضرة إن شاء الله يسمع فيها، قال استناني لما روحي شوية. استنينا عامين تو يا أخويا، كان ما تلمتش هذه مش تبني نبي الله يبارك فيك ويرحم والديك، خليهم خير الآخرين يلموا وأنت يخلط بعض ما نقعدوش يوم القيامة نستنى. اللهم امين يا رب العالمين. وسع لنا وارحمنا، وسع علينا وارحمنا. اخواني الاحباء، النبي صلى الله عليه وسلم في طريق العودة اشتم رائحة زكية. سأل جبريل وكان في انتظاره في طريق العودة: ما هذا الريح يا جبريل؟ الريش كالمسك. قال: هذا رفات ماشطة فرعون، الماشطة بتاع فرعون المؤمنة بموسى عليه السلام تمشط في شعر زوجة فرعون، بنت فرعون، زوجته مؤمنة بنته كافرة. فسقطت المشط من يدها، مدته من الأرض، قالت: بسم الله. الحركة اللي عملتها قلت لها: شكون الله؟ مش فرعون بابا؟ قلت لها: لا، الله رب السماوات والأرض. كتب التقرير البوع مش كاتبها. جاء فرعون عذبها واقتل لها أولادها، وافتك الطاغية هذا المدعي الألوهية والربوبية ابنها الصغير من صدرها وهو يرضع وألقاه في النار. فأنطقه الله الذي أنطق عيسى وجريج. قال ابن جريج الصغير، هذه القصة أخرى، وأنطق شاهد يوسف كذلك، قال: يا أماه يا أماه لا تجزعي ولا تضعفي، فإن إن شاء الله في الجنة. أنطقه الله وهو صبي في المهد. كما في سورة البروج كذلك، هذه حالات مخصوصة. سبحان الله. قالوا: في هذا المكان يا رسول الله العظام بتاع الماشطة موجودة مدفونة، الأريج بتاع الشهيد يبقى موجود،
إخواننا الشهداء اللي ماتوا تحت التعذيب وربي إن شاء الله يزكيهم في الجنة. والله يا إخواني فما شكون زارهم قال لي من شهداء اللي تعذبوا في الحركة الإسلامية في عهد الاستبداد، قال لي كل ما نزورهم نشم ريحة الطيب في المقبرة. الله أكبر، اللهم صل على الحبيب. ثم من النبي جاء أبو جهل قالوا هل نزل عليك قرآن؟ وسائل الإعلام المتهكمة، وأنا وسائل الإعلام أنا كنت تضحك على المسلمين، كل مرة وسيلة إعلام يضحك على ملك الموت يسخر منه. قال بالله ملك الموت قولوا له يمشي الجماعة الآخرين، ما عادش يجينا لي نحن، ما عادش جماعتكم هم، جماعة كذا وكذا، يجي المتدينين، قالوا يقتل في روح المتدينين، أما الآخرين اللي في الملحدين لا، قالوا كل ملك الموت يبعد عليه. فهو واحد يقترح على ربي شكون يقبض روح شكون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عنده برنامج ساخر كل يوم اهو، بعد له الناس كانت تفطر وتتهنى شوية وتصلي الظهر، هو يسخر من الإسلام والمسلمين واعطيهم الحرية. قال شنو حرية؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. واحد في انجلترا سخر من الحجاب، حطوه في السجن 5 سنين. جاء واحدة محجبة ولا منقبة عملوا لها فوق في الصورة فوق راسها شكارة بلاستيك كحل، أعطاه 5 سنين سجن. هذيك قانون منضبط، ما فماش سخرية بالشعائر الدينية. أما هنا اسخر ولا حرج. اديك الحيط معناه اللي يتكلم عليه الماء اللي هو الإسلام، عليه هذا دين ربي. قل إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما كنتم تسخرون. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يوم القيامة سنرى الذي يسخر ويضحك في الأخير. اللهم صل على حبيب الله. قالوا لا ما نزلش عليه القرآن، إنما أسري به. عملوا ندوة صحفية يجي يسمعوا محمد يقول. ثم أبو بكر قال أنا آمنت به ولو أخبرني بخبر السماء فسمي الصديق. إخواني الكرام، حب نخرج بعبرة الأخير من هذا الحادث، نتبين أن الإسلام كله متكامل، وأن أقدس مكان هو الأقصى اللي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المكان اليوم في العالم الآن مسيرات عالمية في عديد البلدان الإسلامية، عشرات البلدان الإسلامية نصرة للأقصى. لأنه في مثل ذكر الأمس مر الأقصى في جوان 67، يذكروا الإخوة اللي كانوا كبار شوية، كنا وقتها طلبة. في 67 ماذا وقع؟ ما سمي بالنكسة، هي مش نكسة، هي هزيمة ونكبة. بعد نكبة 48 جاء العدوان الثلاثي بتاع 56، ثم حرب 67. كانوا الخطباء وقتها يقولوا باش نرميوا إسرائيل في البحر وإذا به تحتل ثلث مصر والجولان. كانت نكبة يعني مصيبة للأمة، لأنهم لم يرفعوا لا إله إلا الله. كان الجيش ينادي بصيحات غريبة جنونية. ما برناها، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم في 73 صاروا يكبرون ويقولون لا إله إلا الله. لما مشى الشيخ الغزالي والشيخ الشعراوي والشيخ القرضاوي مشاوا للسجون وللجيوش وللشعب يدعون إلى الله بكل حرية، عندها انتفض الشعب المسلم ونصرهم الله في حرب رمضان في 73. عودوا إلى الله وسترون العجب العجاب. أكثر الانتصارات كانت في رمضان في تاريخ الأمة، بدر والفتح وعديد الانتصارات الأخرى. ثم هذه البقية الصهيونية، وحرام أن تسمى إسرائيل باسم النبي يعقوب، وغرست في قلب الأمة، تجري في الأراضي، تقلع الزروع، تقضم البلاد والقرى والمدن الإسلامية، تقوم بعملية تهويد وصهينة وحفر تحت المسجد الأقصى، والعالم لا زال يتفاوض معها. عداوا 20 سنة في التفاوض والتطبيع. التطبيع حرام، ينبغي أن يجرم ويحرم في الدساتير. هذا شعب ظالم، هذه قوة صهيونية غاصبة تتعامل مع الصليبية العالمية، ما ينبغي أن نطبع معها، بل علينا أن نحرر أقصانا وأسرانا. فهو أولى القبلتين، ما معنى أن الرسول يصلي فيه؟ معناها عنده قيمة جميلة، اللهم صل عليه. الأنبياء صلوا فيه، ينبغي أن يحرر. ثاني المسجدين الشريفين بني بعد الكعبة ب40 عام. ثالث الحرمين الكريمين أرض الإسراء والمعراج
أرض المنشر والمحشر، أرض الرباط والوقف والحبوس الإسلامي، ما ينبغي أن نفرط في هذا. رب يحيي هذا المسجد في قلوبنا ويحر عن قريب ونصلي فيه قبل الممات إن شاء الله. اللهم آمين. وصلى اللهم على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أكثروا من الدعاء إنها ساعة الإجابة. وصلى الله على الحبيب المصطفى. بسم الله وكفاه، والصلاة والسلام على عبده الذي اصطفاه وآله وأصحابه آل الشفاء والنقاء والصفاء والوفاء. أيها الإخوة الكرام، أخواتي الكريمات، بعض الكلمات الموجزة عند الدخول. أخواتنا السوريات يعتقدوني، أعطتني ورقة الأخت إن شاء الله تساعدوهم. سوريا جريحة، سوريا معذبة، إخواننا السوريين والسوريات مشردون في كل مكان، نعفو عليهم. ثم أخونا الكريم من المدينة، من جامعة المدينة، يعني ينتمي إلى جمعية أيتام. ثم جمعية صندوق في الوراء في الممر، يعني للأيتام واليتيم، كافر اليتيم يزاحم رسول الله في الجنة. ثم مشروع الدعوي بالنسبة للجنة الدعوية في الجامعة، إخواني وزعنا العشرات والمئات، مئات والآلات. ثم شكون يشراها؟ ربي يبارك فيه بالملايين. عندنا الفواتير موجودة عند الخيال، ربي يحفظهم ويعوض عليهم. موجودة الآلات اللي تطبع واللي تصور، لكن نريد يعني شراء الأقراص نفسها. منين نجيبوا الأقراص؟ معناها الإخوة في الآخر قالوا لي ما عادش عندنا باش نشتريوا الأقراص. أو بالنسبة للجانب هذا في الباب، يعني على الطريق العام موجود صندوق لهذا الجانب الدعوي. إخواني كذلك نحب نذكر بالامتحانات. ربي ينجح إن شاء الله أبنائنا في امتحاناتهم في البكالوريا. يعني أشياء كثيرة في بالي الحقيقة، لا أطيل عليكم. ثم قلت المحاضرة اليوم إن شاء الله بين المغرب والعشاء، حافظوا على الدروس، حضور الدروس في الجوامع، احضروها، اجلبوا اخوانكم، قوموا بالدعوه الى الله، ذكروا الناس بالصلاه، ذكروا بحدث الاسراء والمعراج، حببوا الناس في الله، حببوهم في رسول الله، حببوا ابنائنا وبناتنا. مش هيصير، خلينا نستغلوهم مش فقط في الله، نحبوا نستغلوهم في الثقافه الاسلاميه. حضروهم، قولوا لهم يحضروا المدارس. المدارس اليوم موجوده، المساجد مفتوحه، كنا نعتذر قبل ونقدموا الاعذار او سكروا علينا جوع. هاي مفتوحه اليوم. هاي الدروس اليوم في الفضائيات او خيالنا قاعدين تسجلوا باذن الله، ربي يعاوننا ويعطينا الصحه والعافيه باش نواصلوا مجهودنا وباش تتعدى عندنا البرامج في رمضان. ونحبوا الصيف هذا يكون حافل نعملوا فيه مشروع زيجات لشبابنا. ربي يبارك في امتنا ان شاء الله، ربي يحفظنا اجمعين، ربي يمكننا من توسعه هذا الجامع. بالله يا اخواني، اذا كان فما شكون قادرين عندهم اراء وعمليه، ولا فما ناس يعني مقاولين بناء، معناها الخيال تحدثنا قالوا نحفروا بحثه كل عرسه ونعمل عرسه اخرى باش نمثلوها، باش نجموا نعملوا طبق. ما يجي صعيب، عامين ونص نقعدوا في المشروع هذا ونسينا في اطار نظري. الناس بنات يعني عبارات في شهر بشهرين، يعني علاش ماناش عمليين؟ باذن الله كان فما شكون انسان عملي يريد ان يعمل لله رانا مانيش باقي لا غير ايام معدوده محدوده. كلنا يا اخواني كيما جاب ناس قبلي ومشاو، الله يرحم الشيخ اللي قبلي، باش يجي نهار ونقعد وحدين، كان فلان الله يرحمه، الله يرحمنا في الدنيا والاخره ان شاء الله. المسجد هذا باش يبقى الغير الاجيال بعدنا، ولذلك ربي يوسع علينا ان شاء الله، وربي ان شاء الله يقيد من اخواننا الحاضرين من يكون عمليا لهذه التوسعه، وربي يوسع عليكم ويوسع عليكم الكل ان شاء الله. اللهم لك الحمد يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد خاتم النبيين. اللهم شرفنا بنصرة الإسلام في بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم حقق شرعك يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين حقق آيات كتابك حتى تطبق في مجتمعنا ويقبلها شعبنا المسلم الأبي. اللهم انصر الإسلام في كل زمان ومكان. اللهم حرر أقصانا وأسرانا. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في سوريا، وانصر إخواننا في العراق وفي كل مكان وفي كل زمان. ارفع راية الحق يا رب، لعلها ساعة الإجابة، إنها ساعة
محمد بدر التمام وآله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقيموا الصلاة.